يعني مجدي بيه، اسيب بقى السياسه شويه، او مش السياسه، قصدي البرلمان. يعني تقييمك ايه لاداء الحكومه الفتره الحاليه ودورها طبعا في تنفيذ انتخابات البرلمان؟ في حدود امكانياتها بتشتغل. بمعنى احنا دلوقتي في قناه فضائيه. القناه الفضائيه دي اللي هي رئيس مجلس اداره. رئيس مجلس الاداره ما بيجيش يشتغل مذيع وبيشتغل معد وبكذا وكذا وكذا وكذا، هو بيدير ده. النهارده انا بالنسبه لي مش سعيد ابدا بان رئيس الوزراء عمال يجري هنا وهنا 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 وهنا. شغله انه يدير منظومه، مش هو اللي يجري في الشارع. فهم بيديروا في حدود امكان في حدود. لا، ما مش ده انا بدير كيان. انا بالنسبه لي مش شغلي ان انا اعمل شغل، انا احط استراتيجيات واحرص على انها تكون بتطبق. انما كل اللي احنا بنشوفه خلال المرحله اللي فاتت، احنا لازم نقول انهم بيشتغلوا لان دي حقيقه، بس بيشتغلوا في حدود امكانياتهم، في حدود فهمهم للامور، في حدود الفكر الطبيعي اللي احنا شفناه وكان يصلح للسنوات الكتير اللي فاتت. انما المرحله اللي احنا فيها دي، مثلا نقول ان قناه السويس محتاجه 3 سنين، فنقول لا سنه. معايا؟ يعني رئيس الجمهوريه يقول لا سنه، تمام، فتخلص في سنه. صح. احنا محتاجين ناس كده بقى، احنا محتاجين ناس مقاتله، ناس تحتهم شباب. وزير الشباب والرياضه ده راجل انا بحترمه جدا وعمل شغل محترم جدا. بس بايه؟ عمل ده بفكر غير، بفكر شباب. جاب تحته خالد تليمه، معايا حضرتك؟ ما بقاش هو مشغول، خليك معايا، ما بقاش هو مشغول بمقابله ده ومقابله ده، وايامها كانت ايام دوشه. ما بقاش مشغول بدول. خالد تليمه بيقابل الناس دي وبيجيب له هيدلاينز بس، بيجيب له بس سطور كده معايا، وبناء عليه بيحل. النهارده لما كان في وزير للرياضه فشل ذريع. طب النهارده وزير بقى في وزارتين، وزاره شباب ووزاره الرياضه، ومنتهى النجاح. هو ده الفكر اللي احنا محتاجينه يا جماعه. مصر بمنتهى البساطه ممكن تتحول 180 درجة. وأنا لما ضربت المثالين بالنسبة للمشروعات ده حاجات بسيطة ومش في الحزب عندنا بس. أنت لو شفت حضرتك، اعمل حلقة حضرتك عن البحث العلمي. مسخرة. أنت بتتكلم في شاب في مقتبل حياته وبيقدم للبحث العلمي عشان ياخد براءة اختراع. سيادة اللواء بيقولوا له تعالى بعد سنة ونص، يقدم ورقة يقولوا له تعالى بعد سنة ونص. يروح فين ده؟ يروح يهاجر هجرة غير شرعية. للأسف الشديد احنا محتاجين فكر غير، فكر مختلف، محتاجين إبداع. يعني اللي فهمته من كلام حضرتك تقصد ان يكون عندنا خبره ويكون عندنا رؤيه الشباب، نجمع ما بين الاثنين. بالظبط. الشباب ده لازم ياخد فرصته، مش بس ان هو يبقى في مناصب، انا مش بتكلم كده. ولكن انا بالنسبه لي النهارده إذا كنا بنقول بنك للأفكار في رئاسة الوزراء، بنك للأفكار، إحنا بمنتهى البساطة ودي حاجة يمكن لم تطرح. عملنا حاجة اسمها الحلم المصري. يعني لما كنا بنعمل الحملة، حضرتك كحزب لما كنا بنعمل حملة الموازية لحملة رئيس الجمهورية، فعملنا سلوجان اسمه معا نحقق الحلم المصري. احنا خدنا من ده ومن أعضاء الحزب كونا حاجة اسمها الحلم المصري. الحلم المصري ده هو اللي تولى تنفيذ المشروع اللي أنا كنت بكلم حضرتك عليه. احنا عايزين كده. طلعت حرب عمل مصر ازاي؟ يعني طلعت حرب في ظل ظروف أسوأ من دي 1000 مرة. معايا عمل بنك مصر وعمل ده وعمل 90 مليون. لا شوف، اصل عايز اقول معلش، الصين فيها 1.5 مليار. القضيه مش كده. القضيه قضيه ايه؟ احنا بالنسبه لنا النهارده لما حضرتك مثلا تعمل مشروع اسمه هاند ميد مثلا، وتجيب طن صوف وتديه لسيدات في المنازل وتدي لهم تصميم زي قبل الكرداس. ايوه، وتدي لهم تصميم. احنا مشكلتنا مشكله تسويق في المساحه دي. مشكله تسويق ومشكله افكار. الافكار لازم نشوف حلول بديله، ما نفضلش ماشيين على الحلول اللي هي اللي متعارف عليها. المشكله ان الافكار موجوده وممكن تطبيقها بمنتهى البساطه، انما ما حدش بيسمع. رئيس الجمهوريه بيقول لحضرتك اهو، قال رئيس الجمهوريه الشباب والبحث العلمي والاختراعات وكذا وكذا. طلعوا كلهم يقولوا كده. ده انتوا تنفيذيين، يعني انتوا تاخدوا من كلامه ده وتعملوا هيئه، تعملوا كيان، تعملوا. انما انتوا كمان تطلعوا تقولوا نفس الكلام اللي هو بيقوله. احنا اللي ننفذ بقى، احنا اللي ننفذ. ما احنا وزارات ازاي؟ طيب ايه المفروض